انت دابا غادي في طريق طويله، وهاد الطريق جات ما بين جوج اسوار، وهاد الاسوار كبار وفيهم ابواب، وانت غادي كتسمع شي واحد كيقول لك ما تحلش الباب، الا حليتي راه غتدخل، ولكن انت ضرك راسك وبغيتي تعرف شنو كاين من مورا دوك البيبان وحليتي. هذا مثال قالوا لنا الله عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم باللي حنا غاديين في طريق طويله اللي هي الاسلام، ودوك الاسوار هما حدود الله عز وجل، والابواب هما محارم الله. وهذاك الداعي اللي قال لك ما تحلش الباب انت فتحه تلجه، يعني غتحل غتدخل، هو كتاب الله القران. يعني اي باب ديال الحرام فيه شبهات وفيه مكروهات، يعني الا حطيتي يدك على البواني راه غتدخل وغتعصى الله عز وجل، وديك الساعه غتقول ما كنتش ناوي ولا ما عرفتش كيفاش طرا، ولكن راه انت اللي مشيتي وانت اللي حليتي الباب. في الاول ما تقربش، في الاول ما تجلسش مع الدراري اللي كيكميو، في الاول ما تلاقاش معاها، في الاول ما تهضرش معاها اصلا، في الاول ما تيليشارجيش لابليكاسيون ديال القمر، في الاول ما تقولش غير غنجرب. واش انت حليتي الباب وما غتدخلش؟ داكشي علاش خلي بينك وبين الحرام باب مسدود وبقى بعيد.